بيراميدز يفسد الريمونتادا على نادي الزمالك. نادي الزمالك لم يحضر اليوم، وبيراميدز هو من كان افضل ويضغط يضغط يضغط، ولكن الزمالك بيتعادل وبعدين بيتقدم في ظل تراجع بيراميدز في فتره من الفترات البسيطه جدا في الماتش. بعد كده بيراميدز بيرجع يتقدم تاني، وبعد كده بيرجع يهاجم تاني، والزمالك بيرجع يتراجع تاني. التراجع ده هو اللي خلى نادي الزمالك يتعادل بعد ما كان متقدم في نتيجه لا تعبر عن سير الماتش نهائيا. دونجا بيحرز هدف التعادل بعد ما نادي بيراميدز اتقدم. بيراميدز بيتقدم على نادي الزمالك في الشوط الاول بصاروخيه لعبد الله السعيد من ضربه حره غير مباشره، لكن نادي الزمالك بيرجع عن طريق دونجا ثم يتقدم عن طريق ابراهيم انداي، ولكن نزل رمضان صبحي والنادي بيراميدز بيلعب له القطريه كده داخل منطقه ال 18، جاب منها رمضان صبحي واحده على شمال محمد صبحي بطريقه هدف رائع. رمضان صبحي ومحمد صبحي، رمضان صبحي بيديها لمحمد صبحي في زاويه قاتله، وبيتعادل نادي بيراميدز مع نادي الزمالك في مباراه زي ما قلت لك لا تعبر عن سير المباراه نهائي. شهدت المباراه طرد محمود علاء في الدقيقه 81 بعد ما خد الانذار الثاني بعد اعاقه احمد فتحي وهو داخل في هجمه واعده، هيرفع الكره كان هيخش منطقه 18 يلعبها بالعرض، كانت ممكن تشكل خطوره رهيبه. نادي الزمالك حضر في بعض الكور في الماتش، لكن نادي الزمالك لم يكن الافضل على الاطلاق. كنا نتوقع ان نادي الزمالك هيتهزم، انا قلت اقل من 3 أو 4، نادي الزمالك مش هيتهزم باقل من 3 أو 4، لكن اللي حصل النهارده في الماتش ان نادي الزمالك يعني كويس انه خد نقطه، يعني كويس ان نادي الزمالك بياخد نقطه من نادي بيراميدز الفايق المتفوق. نادي الزمالك في اخر الماتش الفريق كله كان بيلعب دفاع. ابراهيم انداي لو الزمالك فيه 4-5 لعيبه زي ابراهيم انداي نادي الزمالك ياخد الدوري، مش مبالغه. نادي الزمالك لو فيه 3-4 لعيبه 5 زي ابراهيم انداي وبروحه، يعني انداي بيلعب بروح الفانيلا البيضاء، بيلعب بروح الخطين الحمر، لاعب على مستوى عالي جدا. ابراهيم انداي فايق جدا جدا جدا. عمر جابر شفناه النهارده رجع شويه. شيكابالا ما شفناهوش خالص. عبد الشافي عمل اللي عليه في الشوط الاول. دفاع نادي الزمالك الزناري ومحمود علاء يعني تقدر تقول ان هم شويه. المسلوسي لم يحضر سواء غير في الشوطه بس اللي شاطها في الشوط الاول، شاط شوطه صاروخيه في نص الجون مسكها احمد الشناوي. احمد الشناوي انقذ كوره النهارده كانت جون، لكن نادي الزمالك فعلا لم يحضر. نادي بيراميدز تسديدات وشوط ويبص رفعات ما خلاش، عمل كل حاجه في الكوره، لكن نادي الزمالك لم يحضر اليوم. ونادي الزمالك خد نقطه النهارده بصراحه انا شايف انها مش هقول خساره في نادي الزمالك، لكن نقطه بشق الانفس او بشق الانفس بكسر الشين. نادي الزمالك خد نقطه من بيراميدز بشق الانفس. النتيجه لا تعبر عن سير المباراه، التعادل 2-2 لا تعبر عن سير المباراه. المباراه من جانب واحد نادي بيراميدز متسيد، نادي الزمالك في الوقت اللي بيراميدز وقع شويه فيه نادي الزمالك فاق وجاب جونين، لكن بعد كده نادي الزمالك تراجع والفريق كله بيلعب دفاع، فبيراميدز احرز هدف التعادل. ولو كان بيراميدز ضغط كمان شويه ولولا استبسال الدفاع في نادي الزمالك او فريق نادي الزمالك كله كدفاع عمل ستارات دفاعيه قدام ال 18 وجوه ال 18 كان نادي بيراميدز طلع فايز الماتش ده. لكن ماتش جميل وماتش تحس ان فيه كوره وتحس ان فيه لعب من نادي بيراميدز وفي روح من نادي الزمالك ان هو مش عايز يخسر، لان نادي الزمالك زي ما قلنا ناقصه غيابات كتيره جدا جدا، وكويس ان نادي الزمالك عارف ياخد النقطه. وفي نهايه الفيديو لا تنسى بقى لايك شير كومنت سبسكرايب وتفعل زر الجرس علشان يوصلك كل جديد. السلام عليكم.